السلام عليكم. تعالوا النهاردة بقى هنعمل مع بعض صينية فراخ كده بالبطاطس، بس رهيبة يا جماعة، رهيبة. اولا سهلة جدا، مش هتاخد معاكم وقت خالص، هيطلع معاكم صينية بجد تحفة. عايزاكم تجربوها بالطريقة والتتبيلة ديت، مش هتبطلوا تعملوها غير بالطريقة دي. تعالوا كده نشوف مكوناتنا البسيطة عبارة عن ايه ونقول بسم الله. هجيب بولة انزل فيها بالتوابل: فلفل اسود، بابريكا، كزبرة ناشفة، هيل مطحون، زعتر، كاري، بهارات فراخ، وشوية ملح. هنزل عليهم بنص كوباية من الزيت. طبعا الكوباية دي صغيرة، يعني من الكوباية العادية نص كوباية، وربع كوباية من الخل، وكمان معايا ربع كوباية من عصير الليمون. طبعا التلات حاجات دول مهمين جدا في الخلطة اللي احنا بنعملها. بعد كده هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم ومعلقة كبيرة من الصلصة الجاهزة. الصلصة كمان هتدينا لون حلو قوي قوي للمشويات. انا حطيت عليها كمان معلقة كبيرة من السكر. عندك عسل اسود ممكن تحطي، عندك عسل نحل ممكن تحطي، الموجود والمتاح. بس انا حبيت اعملها المرة دي بالسكر علشان لو ما فيش عسل اسود، ولو ما فيش عسل نحل ممكن تحطي اي حاجة موجودة عندك. السكر هخلطها كويس كده زي ما انتوا شايفين، وبقت بالسوم كده. بعد كده هجيب بولة صغيرة وهشيل فيها شوية من الخليط ده، يعني مش كله، يعني تقريبا كده 4-5 معالق حلوين كده من الخليط. ربع الخليط تقريبا هحطه في بولة على جنب علشان انا محتاجاه. خلاص، باقي الخلطة الجميلة دي هنزل بيها على الفراخ. طبعا انا هنا بعمل بوراك، الوراك دي متقطعة متشرحة كويس جدا، طبعا مغسولة حلوة قوي، وفتحتها كده علشان التتبيلة تدخل جواها وتتشرب كلها من التتبيلة الجميلة دي. هخلطها حلو كده من كل ناحية، يعني ادخل كده التتبيلة في الفتحات بتاعة الفراخ، وكمان من تحت وفوق. ممكن بقى تتسف التتبيله دي لمده ساعه كده لحد ما تتشرب بالجمال ده، عبال ما تجهزي باقي الصينيه والخضار اللي موجود في الصينيه. خلاص، هجيب بقى هنا، طبعا انا شلت الفراخ من الصينيه حطيتها في حاجه على جنب، وجبت في نفس الصينيه بالتوابل اللي فاضله دي، نزلت ببصل ترانشات وفلفل احمر وفلفل اخضر. هنزل عليهم بقى بباقي التتبيله اللي انا شلتها، وهخلط كل الجمال ده كده مع بعضه بالتوابل الحلوه والتتبيله الجميله دي. عايزه اقول لكم ان التتبيله دي يا جماعه طعمها في الفراخ رهيب، جميله قوي. طبعا البصل والفلفل بيرجع لكميه الفراخ وكميه الخضار اللي انت هتحطيه. انا هنا هحط يا دوب بطاطس بس وجزر. الصينيه دي بالبطاطس والجزر بتبقى جميله جدا، يعني حاولي ما تكتريش خضار اكتر من كده. بخلطهم كويس جدا، وبمسك بقى الفراخ هبدأ ارصها كده على وش الصينية زي ما احنا شايفين. وفي الفترة دي هكون مجهزة طبعا الفرن على درجة حرارة فوق المتوسطة، عشان انا عايزة ادخل الصينية دي والفرن يكون ساخن. اتعودوا ان اي حاجة بتحطوها في الفرن لازم تسخنوا الفرن قبليها على الاقل خالص ب5 دقايق. خلاص كده رصيت الفراخ. هجيب بقى كوباية من المية، وهنزل عليها من الجنب كده بالراحة خالص زي ما انتوا شايفين بالمية، كوباية الاول كده يعني. وهغطيها بقى. انا بليت ورق زبدة وغطيتها كويس جدا. ما عندكيش ورق زبدة ممكن تغطيها باي غطا عندك، مش شرط ورق زبدة على فكرة. دخلتها الفرن على درجة الحرارة الأول فوق المتوسطة، وبعد كده وطيت النار خالص وسبتها تاخد سواها وتاخد راحتها، مع المتابعة طبعا، مش هسيبها كده وخلاص. هتطلع معاكي صينية فراخ حكاية. انا شلت طبعا ورق الزبدة في الاخر عشان تاخد لون. شايفين الجمال؟ عايزة اقول لكم طعم وريحة وشكل يفتح النفس. حبايبي جربوا الطريقة السهلة البسيطة دي في عمل صينية الفراخ المشوية، وانا متأكدة جدا انها تعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وبألف هنا.